السلام عليكم. يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وعافية إن شاء الله. في تنويه بسيط بس، أي فيديو بنعمله يا ريت نكمله للآخر، إن في الآخر في نصايح معينة كده إحنا بنحكي فيها. النهاردة عايزين نتكلم عن الأصحاب، الأصدقاء، الصحاب القدام، صحاب الجامعة، صحاب الشارع، صحاب المدرسة، الصحاب اللي بجد. أنت لما سافرت وسبت البلد سبت أصحابك، ولما بترجع الوضع بقى مختلف شوية. خلينا نتكلم كده بالتفصيل الممل شوية، لأن الموضوع ده فعلا مؤلم وبيسبب وجع حقيقي لناس كتير قوي، لأن الصدمة بتاعته بتهد أي حد راجع بقلب أبيض. وعشان كمان ندي للناس عذرها ونسامحهم، تبقى الدنيا صافية بينا. لما بترجع بتستقر في مصر كده وبتتفرج على الدنيا كده وتتفرج على حواليك واصحابك وناسك، هتحس انك انت كنت مركون في الفريزر، واصحابك اللي موجودين هنا في البلد بتغلي كده في الفرن، في الحياة اليومية، في أعبائها، في مشاكلها. فجأة أنت بقى كده عايز تخرج من الفريزر بتاعك وتسيح معاهم كده في الغليان بتاعهم. مستحيل، لأن في فرق جامد أوي في درجات الحرارة، وده بيسبب شرخ. احنا النهاردة هنتكلم عشان خاطر الشرخ ده ما يحصلش. أول حاجة، خريطة العلاقات اتغيرت. هتلاقي الأنتيم بتاعك بقى ليه أنتيم تاني خالص، وأنتيم تاني وحد أنت أصلا ما كنتش بتحبه، يعني بقى هو الكل في الكل. هتلاقي التليفونات أول لما بتيجي ما بتهداش كتير، بعد أسبوعين بس المكالمة كده دقيقة دقيقة ونص كده وخلاص، وبعد كده بتختفي. يعني مكالمات الواجب هي اللي بتفضل يعني. هتقعد مع أصحابك، هتلاقي الكل باصص في موبايله، والضحك طالع مش من قلبهم للأسف الشديد زي زمان. تحس ان كان في حاجز كده او في لوح ازاز كده بينكم. هتكتشف ان في ناس بتقرب منك بس عشان مصالحهم، يسألك عربيتك، يسألك معاك ايه، ذهب، دولار، الحاجات دي كلها في البدايات. يعني المصالح اللي بتتصالح، ودي مش هم بس، يعني ناس كتيرة جدا وانواع كتيرة جدا، يعني منهم مقربين واتكلمنا فيها قبل كده. هتقعد في وسطيهم كده تلاقيهم يحكوا على مواقف حصلت ما بينهم من سنتين، ويقعدوا يضحكوا من قلبهم، وانت للأسف قاعد زي الكوباية كده، مش فاهم أي حاجة ولا عارف تشارك معاهم، لأن انت ما كنتش موجود في الأحداث دي. زمان كنت لما ترفع سماعة التليفون كده عايز حد من أصحابك تلاقيه عندك كده وقتي. دلوقت معلش والله العيال تعبانة، معلش عندي مشوار، معلش مش عارف. وحتى الرد تلاقيه جاهز قبل ما تطلب. النخوة القديمة اختفت. في ناس هتبص لك كده انك جاي تستمتع كده وتتفسح ويعني وتطرقع لك قرشين ولا اخره، او انك مش حاسس بيهم حتى، فبيختصروا الكلام معاك من الاساس. النظرة الضيقة. هتكتشف انهم بيعملوا جروبات كده على الواتساب من غيرك، يعني متعودين على بعض قوي بقى، هم مجتمع مغلق اكتر منك. او بيخرجوا وينزلوا صور كده وانت ما تعرفش، تتضايقش. انت راجع ومعاك طاقتك كلها ومفضي نفسك عشان تستمتع بالاستقرار معاهم وتتفسح معاهم، فضي نفسك عشانهم، وهم للأسف في قلب الأحداث اليومية، في الساقية بتاعت كل يوم. ينزلوا من 7 الصبح يرجعوا 11 بالليل، وهم منهكين ومنتهين تماما، فصعب انهم يواجبوا حماسك. انت بالنسبة لك اللمة دي أولوية قصوى لتعويض سنين الغربة والبعد.
لكن هم بالنسبة لهم أي لمة، لمة النادي عشان العيال يلعبوا مع بعض، لمة الأهل عشان زيارات الحما يعني، لما مثلا عند العربيات بنصلح عربية وهكذا. دي أولوياتهم، دي حياتهم اليومية المستمر. سنين الغربة خلت عندك قاموس تجارب مختلف عنهم، يعني نظام شغل، سفر، مواقف، أحداث، وهم عندهم قاموس مختلف تماما. أزمات اقتصادية، ترندات محلية، مشاكل عائلية وأسرية، مشاكل داخلية. فلما بتقعدوا مع بعض بيبقى في صمت طويل قوي بينكم، لأن المساحات المشتركة اللي بينكم خلصت تماما. هتكتشف إن في أصحاب كده كتير اتحولوا كده لأصدقاء الفيسبوك، يعني يباركولك في العيد، العيد الصغير، العيد الكبير، عيد ميلادك، يعزوك في حالة وفاة، جمعة مباركة يعني. لكن القعدة بتاعت زمان وقعدة النادي وقعدة القهوة، القعدة العفوية دي بقت شبه مستحيلة تماما. انت كنت فاكر انك هترجع هتبقى محور الكون للمجموعة، والكل هيتلم حواليك عشان يسمع يعني احداثك في الغربة واللي انت عملته كده. ودايما الاحساس ده بيجي لأي واحد مسافر وراجع، بيحس ان مصر كلها هتستقبله. انت كنت فاكر ان الاماكن والشخصيات والضحك والفسح هيفضلوا كده ستاند باي، مستنيينك كده تضغط على الزرار التشغيل لما ترجع. انت كنت فاكر انهم هيسيبوا اشغالهم وعيالهم ومصالحهم عشان خاطر يعوضوك عن سنين الوحدة اللي فاتت. انت توقعت ان هيبقى في عزومات متبادلة بينكم، ورسمت في خيالك كده جدول، وعملت جدول خروجات معين كده مش بيخلص لمدة سنة لقدام. انت توقعت ان هيبقى في فهم متبادل بينكم، فتخيلت انك انت اول لما تحكي عن تعب الغربة والمآسي اللي انت شفتها وكده هيطبطبوا عليك، ونسيت انهم يعني بيهربوا في تعب تاني خالص، والحياة فعلا مبوظاهم ومدغدغاهم بس جوه البلد. انت توقعت انك انت تقدر تعمل لم الشمل زي ما بيقولوا، فكنت فاكر ان رجوعك ده هو اللي هيخلي يعني اللي هيجمع الشلة القديمة اللي اتفركشت. ممكن تكون كنت بتخدم ناس وانت مسافر، او بتبعت هدايا او يعني، وانت تتوقع بقى لما ترجع هتلاقي احتفاء خاص بيك. فلما بتلاقي معاملة عادية جدا بتتحسس كده وبتقول يا خسارة طبعا. فانت توقعت على الاقل رد الجميل يعني. انت كنت متخيل ان الشلة او مجموعة الصحاب بتاعكم يعني بتاعتكم لسه كتلة واحدة. هتكتشف ان الشلة نفسها دي اتقسمت لاكتر من شلة، او على الاقل في 2 متخانقين مع بعض، او 3 متخانقين او بيكلموش بعض، وانت بقيت تايه وسطيهم يعني. فانت كنت فاكر لسه الشلة القديمة موجودة كمان. انت فاكر ان الناس عندها وقت تسمعك وتحكي لها، يعني تقعد تحكي معاها عن الغربة وعن حياتك وعن. هتكتشف ان مفيش حد اصلا عنده طاقة يسمع اي قصص، الكل عايز يحكي عن همومه الحالية للأسف. فانت توقعت ان يبقى في ناس فاضية. نصيحتي ليك باشا، عشان تعيش كده بسلام نفسي وتشتري دماغك، اخفض سقف توقعاتك، عشان اي سلام هيجيلك تعتبره مكسب، اللي هيسلم عليك بس هتعتبره مكسب. فتخفض سقف توقعاتك للأرض، بل لتحت الأرض أصلا. بطل تعيش في دور الضحية. ما تقولش أنا ضحيت وسافرت وعملت وهم نسيوني. السفر كان قرارك، والبعد كان قرارك، والنسيان دي سنة الحياة. اصنع عالمك
العالم بتاعك العالم بتاعك الصغير. ركز في بيتك، ركز في عيالك، ركز في هواياتك. خلي الصداقة دي تحلية كده، حاجة تحلي بيها بعد وجبة دسمة، مش الوجبة الدسمة يعني. خلي الصداقة هي التحلية، مش الوجبة الأساسية بتاعتك الدسمة. دور على اللي شبهك واللي زيك، اللي راجعين من بره كتير يعني، وفي ناس كتيرة قوي هيحسوا بيك. دور عليهم واعملوا كده مجموعة ليكوا، جروبات بينكم، يعني هيتفهموا على بعض أسرع. ما تعاتبش حد، العتاب بيقلل القيمة. اللي عايزك هيخلق وقت، واللي مش عايزك هيخلق عذر. اقبل العذر ونام مستريح. حاول تستثمر في الجيل الجديد، قرب من ولادك. الصداقة مع الولاد فيها براءة كده، وفيها حب زيادة عن اللزوم، وفيها صدق أكتر بكتير، أكتر بكتير دلوقتي. خليك خفيف لما تتقابلوا. بلاش كلام في السياسة ولا في الأسعار ولا في الأيام القديمة الغربة اللي بتخنقهم يعني. اضحك معاهم نكت، وروحوا وتعالوا كده من غير ما تخشوا في المواضيع المتعبة. اتعلم فن الوحدة. الوحدة مش وحشة أبدا. الوحدة معناها إنك مش مضطر تنافق حد عشان يخرج معاك أو يصاحبك. غربل كده لستة التليفونات بتاعتك، اللي ما بيسألش غير لما أنت تسأل يعني. خليه كده تحصيل حاصل وكده يعني، أو لما تحاول معاه مرة واثنين وثلاثة واربعة، أو امسح رقم. كرامتك أهم من اللمة الكذابة. لازم تفهم إن الناس تعبانة بجد. الحياة في مصر بقت ضغط يعني بطريقة رهيبة. حياة بتجيب العصبي، في ضغط مادي، ضغط عصبي، ضغط من كل الأنواع. فممكن يكون صاحبك ده بيحبك فعلا، بس هو مش قادر يتكلم مع حد، مش قادر يعبر لأن هو مضغوط. ابني صداقات يعني مصلحة شريفة كده يعني. مفيش عيب إن يكون في صحاب شغل أو صحاب جيم أو علاقات خفيفة كده ولطيفة، من غير عشم زيادة ومن غير مصالح شخصية، يعني مصلحة شريفة. اشبع من أهلك، اشبع من الأب والأم والإخوات، هم اللي رصيدهم ما بيخلص. وحتى لو خلصوا يعني بتبقى نوعيات احنا عارفين نتعامل معاها ازاي. دول اللي ممكن يعني يستاهلوا وقتك ومجهودك. اشبع من ولادك، من ولادك اشبع قوي، كون صداقتك معاهم. خد وقتك في التأقلم، ما تبقاش مستعجل. الصداقات الحقيقية بتاخد وقت عشان تتبني من جديد، زي ما بتبني مثلا بيت على قديم، تاخد وقت. كلمة أخيرة، الغربة الحقيقية مش لما كنت انت مسافر، لا. الغربة الحقيقية هي انك تحس انك غريب وسط ناسك واصحابك، بس الحل مش فيهم. الحل في انك انت تتصالح مع نفسك، وتعرف انك رجعت عشان مستقبلك وحياتك، مش عشان حد تاني ابدا. اتعلم الاستغناء. دي اصعب نصيحة بس اهمهم. اصعب حاجة انك تقول لحد اتعلم الاستغناء، بس دي اهم نصيحة. اقبل فكرة ان دوام الحال من المحال، وان في ناس كانوا صحاب مرحلة فعلا وانتهت، وده مش عيب فيك ولا فيهم، دي سنة الحياة. تحياتي ليكم ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.